السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة إن شاء الله هشارك معاكم وجبة تنفع للفطار أو العشاء، اقتصادية جدا وسهلة. هي مش هتكلفنا أي حاجة غير كيلو واحد من الدقيق، والدقيق موجود في كل البيوت. ربنا يجعل بيوتكم عمرنا يا رب بالخير. وكمان مش هناخد الكيلو كله، لا احنا هنعمل بدل الفطيرة الواحدة اتنين، وان شاء الله هنعملهم بكيلو الا ربع كمان من الدقيق. هتشوفي الوصفة معايا سهلة قد ايه، ومن غير فرن بلدي، وبمكونات موجودة عندك في البيت، وبتركات وطريقة سهلة جدا ان شاء الله تطلعيها احسن من بتاعة بره، وتكون مورقة وطرية وجميلة. بس تابعيني للاخر خطوة بخطوة. وحابة اقول لكل الامارات اللي فتحوا الفيديو بتاعي لاول مرة، لو انت اول مرة بتشوفي قناتي وعجبك الفيديو، اتمنى منك انك تنوريني بالاشتراك في القناة وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. اول حاجه انا جبت كيلو من الدقيق. قلت انا هعمل الكيلو كله، بس دايما لما بحب اعمل وصفه وهستخدم فيها مثلا كيلو الدقيق، مش بحب احط الكيلو كله، بسيب منه شويه كده. لو انا هعجن او هفرد على شويه من الدقيق. لو انا بعجن، ممكن الوصفه وانا بعجنها المقادير تعوز مني شويه من الدقيق، فلازم يكون متوفر عندي شويه من الدقيق. فلما تاخدي الكيلو ما تاخديهوش كله، سيبي منه حوالي مثلا كوبايه او حتى نص كوبايه، علشان يبقى متوفر عندك، عشان لو احتاجتي تحطي تبتدي انك تضيفي من الدقيق. انا هنا جبت، اخدت حوالي زي نقول مثلا سبت كوبايه منه، وخدت كيلو الا ربع من الدقيق، وبدات ان انا انخله كده زي ما حضراتكم شايفين. اي معجنات عشان تطلع معاكي حلوه، سواء هتحط لها خميره مش هتحط لها خميره، لازم تنخلي الدقيق، ودي من التركات المهمه جدا. هيفرق فعلا معاكي ان الهواء هيدخل له، وهيكون سبب في نجاح الوصفه معاكي. نخلت هنا الدقيق كويس، وبعدين هبدا ان انا اضيف له رشه بسيطه من الملح، ومعلقه واحده بس من السكر. مش هضيف خميره، مش هضيف بيكنج باودر ولا اي حاجه خالص. وهبدا ان انا اعجن بميه، هبدا ان انا انزل بالميه شويه بشويه كده، وابدا ان انا اعجن. هاجن بقى العجينه بتاعتي لحد ما العجينه تلم معايا، وتديني عجينه تكون طريه بتلزق تلزيقه خفيفه كده بس في ايدي، يعني ما تكونش طريه قوي، وما تكونش ناشفه في ايدك، تحسي ان هي برضو طريه. الفطيره البلدي من الحاجات السهله قوي. انا كنت عملته في فيديو في اول القناه موجود عندكم. فطيره على الطاسه، عملته بنفس المقادير دي، بس عملته صغير قوي وعلى الطاسه. وكنت جربته قبل كده في الفرن، فطلع ان هو نشف معايا، وهقول لكم هو نشف معايا ليه، وازاي المره نجحت معايا مع اني عملته في الفرن بتاع البوتاجاز. وبقى طلع طري ومورق معايا زي ما حضراتكم هتشوفوا. هقول لك على التركات دي، بس خدي بالك معايا وتابعيني لاخر الفيديو. لو انت عايزاه على الطاسه، الطريقه موجوده عندك على القناه، طريقه ناجحه جدا بنفس المقادير دي. انا جبت هنا عشان اعمله في فرن البوتاجاز، واعمل بقى فطيره من الكبيره كده اللي احنا بنجيبها من بره دي. انا جبت معلقه كبيره مليانه خالص من السمنه، وضفت عليها كمان معلقتين كبار من القشطه. ما عندكيش قشطه، هاتي الوش بتاع اللبن وانت بتغلي اللبن. قلت لكم ان القشطه دي كنز، بنعمل بيها حاجات كتير جدا، بنحولها لسمنه زي ما عملتها معاكم في الفيديو اللي قبل اللي فات، وبتنفع في حاجات كتير جدا. فدايما الوش بتاع اللبن ده وحوشيه عندك في علبة كده في الفريزر، وكل ما تعوزي اي وصفة خدي منه معلقتين، طلعيه لحد ما يفك خالص، وخدي منه معلقتين، هيديكي نتيجة حلوة جدا في المعجنات. بعد كده انا خدت معلقتين من القشطة، وضفت عليهم معلقة كبيرة مليانة من السمنة الفلاحي، وكمان ضفت عليهم معلقتين من الزيت. ودول اختياري، عايزه تضيفي معلقتين الزيت ماشي، مش عايزه لا، وهقول لك ليه ضفت معلقتين الزيت. بعد كده قلبت كله مع بعضه الخلطه دي، ودي الخلطه اللي انا هعملها ما بين الطبقات. جبت بقى العجينه بتاعتي وبدات ان انا اقسمها نصين. خدت النص الاولاني عملته كور صغيره زي ما حضراتكم شايفين، وجبت الصينيه بتاعتي الالومنيوم دهنتها سمنه كويس جدا، وبدات كده ان انا افرد اول كوره دهنتها فردتها كبيره خالص، وحطيتها على الصينيه من تحت. بعد كده جبت الطبق اللي جنبي اللي فيه القشطه على السمنه، وجبت الكور الصغيره دي بقيت انزلها فيها وافرد، وهي كده كلها غرقانه في القشطه والسمنه، هتلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهوله. وكمان معلقتين الزيت اللي انا حطيتهم دول هم اللي هيساعدوا معاكي قوي في الفرد، بس اوعي تكتري الزيت، لان الزيت هينشفه معاكي لو كترتي الزيت. ومن الاسباب ان اللي خليته قبل كده ينشف معايا في الفرن ان انا ما كنتش بحط قشطه، انا كنت بدهنه بسمنه بس كده وبدخله الفرن. لا، القشطه بقى هي اللي هتطلعه هتخليه طري معاكي قوي ومورق وتحفه جدا. القشطه الميكس بتاع القشطه مع السمنه ده. بعد كده بقيت اخد كل كوره احطها في الطبق اللي فيه القشطه والسمنه، وافرد بقى كده زي ما حضراتكم شايفين بينا الشابه، واحط كل الطبقات فوق بعض.
طب انت مش بتدهني ما بينهم؟ لا، لان انا اصلا خدت الكوره وحطيتها قبل عشان افردها، حطيتها قبلها في الطبق اللي فيه السمنه، فالكوره ذات نفسها كلها عباره عن سمنه وقشطه، فهي عشان كده هي طريه بتتفرد معايا بكل سهوله. حطيت كل الطبقات كده زي ما حضراتكم شايفين على بعض، وبدات كده ان انا ابططهم في الصينيه، وبعدين اخدتهم وبدات بقى كده ايه، انا افردهم لتحت، يعني اطبقهم لتحت. تطبقي بعد ما فردتي خالص، تبداي طبقي لتحت، طبقيها كلها، رجعيها كوره تاني. بعد ما كانت طبقات كلها مع بعضها، احنا هنرجعها كوره تاني وهسيبها بقى ترتاح شويه كده. هي طبعا ما فيهاش اي خميره ولا اي نوع من الخميره خالص، ولا بيكنج باودر ولا حاجه، بس انا لازم اسيبها ترتاح. لما تسيبيها ترتاح هتديكي نتيجه احسن. هتسيبيها شويه بس لحد ما تعملي حاجه تلمي، مثلا لو انت خلاص خلصتي هتبداي تغسلي المفرش السيليكون بتاعك، تغسلي النشابه الكلام ده. لو كده، لو عندك لسه عجين تاني لسه هتفرديه افرديه، وبعد كده ارجعي بقى بططي من اول واحده بداتي فيها. خدت بقى اول واحده كده وحطيتها في الصينيه كده، اللي نقلتها في صينيه تانية برضو مدهونه كويس بالسمنه طبعا. وبعدين هاخد بقى الصينيه اللي هي المسطحه دي، ابدا اعمل فيها الكوره التانية اللي هي اللي فاضله. انا اخترت ان انا بلاش اعملهم صغيرين، انا كنت عايزه اتنين بس كبار. والفطرتين اللي انا عملتهم دول حجمهم ما شاء الله كبير، يوكلوا اسره 5 افراد. ولان هو بيبقى فيه سمنه بلدي وقشطه، فهو تحسي ان هو تقيل شويه، فالربع بس كده بيشبع يعني فرد كبير، لان هي ما شاء الله حجمها كبير. بعد كده خدت بقى الكرة التانية برضو وعملتها بنفس الطريقة اللي عملت بيها الأولانية، برضو قطعتها لكور صغيرة، وبنفس الطريقة بقيت أحط في الطبق وأبدأ إن أنا أفرد. وزي ما قلت لكم معلقتين الزيت هيبدأوا برضو يساعدوا معايا في الفرد شوية. رجعت بقى للفطيرة الأولانية وبدأت كده إن أنا أفردها بإيدي بقى كلها في الصينية، وهدهنها برضو من نفس الخلطة اللي أنا بدهن بيها، اللي هي السمنة على القشطة من فوق الوش كويس جدا. في الوقت ده أنا كنت مشغلة الفرن على أعلى درجة حرارة. يعني الفطير علشان برضو من أسباب نجاحه الفطير البلدي ده، إن انت تدخليه على فرن سخن جدا. لو هتشغلي الشوايه ما تستنيش لما يحمر من تحت وبعدين تشغلي الشوايه، لا، شغلي الشوايه والفرن الاتنين مع بعض معاكي في نفس الوقت، فهتلاقي وشه احمر وفي نفس الوقت هو استوى من تحت خالص وانتي قافله الفرن. فالبخار اللي جوه ده هو اللي هيسوي لي الطبقات اللي هي ما بين الفطيره الواحده. هتشوفوا معايا دلوقتي انا كده خلصت الاتنين، فردتهم الاتنين في الصواني. وانا بفضل جدا الخبز في الصواني الالومنيوم دي، بتبقى حلوه جدا في الخبز. هنا خلاص بعد ما خلصتهم وخلاص هدخلهم الفرن على درجة حرارة عالية جدا. وهنا بعد شوية بدأت الفطيرة بشوفها كده بفتح عليهم، انا مشغلة الفرن من تحت على اعلى درجة حرارة، وكمان مشغلة الشواية. هتبدأ تاخد لون من فوق، وفي نفس الوقت هتلاقيها بتبدأ تقب كده لان الهواء بيدخل لها ما بين الطبقات يسويها. وده كان شكلها بعد ما طلعتها. وبرده من اسباب النجاح بتاع الفطير انك اول ما يطلع لازم تغطيه، ما تسيبهوش معرض للهواء وقت طويل علشان ما ينشفش منك. غطيه باي حاجه، لو عندك ورق فويل غطيه بورق فويل، اول ما يطلع غطيه بصينيه الومنيوم، باي حاجه، فوطه مطبخ نظيفه، المهم ان انت تغطيه اول ما يطلع على طول عشان ما ينشفش. زي ما حضراتكم شايفين معايا شكله حلو جدا وتحفه وطري. وانا هقطعه دلوقتي بالسكينه وهوريكم الطبقات. واحلى حاجه فيه ان انت ممكن لما تعمليه وتقطعيه ممكن تحطيه في اكياس تلاجة وتشيليه في الفريزر. تبقى وجبة عندك، وجبة فطار وجبة عشاء، لو متضايقين وزهقانين مش عارفين هنفطر ولا هنتعشى ايه، فالفطير ده بيبقى موجود عندنا بدل ما نشتريه من بره. واحلى حاجه فيه ان هو بيتاكل مع الحلو ومع الحادق. اي نوع جبنه عندك هتطلعيه وتحطيها. شايفين بقى، انا عايزه اوريكم هنا شكله ان هو مورق ما شاء الله، والتوريقات بتاعته كلها مستويه خالص معايا وخفيفه خالص. دي كده خلاص، ده كده اخر الربع. عايزه اوريكم قد ايه هو طري، وريحته ما اقولكمش تجنن قد ايه. ريحته تحفه، وهو طبعا ما بيتعملش غير بالسمنه اللي هي البلدي، عشان هي بتبقى ريحتها اقوى طبعا، وبتدي نكهه حلوه جدا للفطير. خلاص، وزي ما قلت لكم الزيت اوعوا تكتروا في الزيت لان الزيت بينشفه. بس كده، هو انا حطيت معاه عسل اسود وحطيت معاه كمان جبنه بيضه. وخلاص لحد هنا خلاص خلص الفيديو بتاعي النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومه واحده. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.